السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله يا جماعة هنعمل مع بعض البانيه بطريقة سهلة جدا وسريعة ومتاخدش معاكي وقت. تمام. طبعا هجيب البانيه نص كيلو بقى او على حسب افراد اسرتك. احط نص كوباية من اللبن. تمام. والبهارات، البهارات عبارة عن ملح وفلفل اسمر وكمون كزبرة وتوم بودر وبصل بودر وكمان بابريكا وكمان رشة صغيرة من الكركم. تمام. ومكعب مرقة أو لو مش موجودة عندك عادي. تمام. ادوبهم مع بعض كويس كده مع اللبن. تمام. وكمان بهارات فراخ. تمام كده يا جماعة. انا محطتش مكعب مرقة، انا حطيت بهارات فراخ بس يا جماعة. تمام. حتى اشوف البهارات الفراخ عندي مع اني يا جماعة حطها في التلاجة، يعني ما زدتش مية عليها ولا اي حاجة، بلبست كده. زي ما انتوا شفتوا كده الحته اللي طلعت دي كانت من توابل الفراخ يعني، فمش عارفه ايه السبب. مش اجي عليها ميه يعني اللي هي بس تمسك في بعض كده والبلبس كده، لا. المهم تعالوا بقى نجيب البانيه نحطه في التتبيله دي. تمام. زي ما انتوا شايفين كده احط كميه البانيه بتاعتك في التتبيله كلها واغطسها كده عشان تشرب التتبيله واقلبها كده. تمام يا جماعه. طريقه سهله سريعه. طبعا دي اسهل تتبيله اللي بعملها البانيه ستريبس، بعملها بالطريقه دي يعني. انتوا شايفين كده بقى اسيبها ساعة، او الاحسن تعملها بالليل، فانا كنت مستعجلة فسبتها عبت لما جهزت الدقيق وكده. دي يا جماعة الدقيق اهو، حطيت عليه معلقة من النشا وشوية رشة كركم وفلفل او فلفل اسمر من الملح وقلبهم مع بعض كويس. تمام كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى اجيب البانيه واحطه في الدقيق من غير بقسماط، من غير اي حاجه خالص، يعني لو ما عندكش بقسماط هتعملي بانيه بشويه من الدقيق والنشا. بسم الله ما شاء الله يعني بيطلع جميل معاكي. تمام كده. طبعا خلصت بقى الكميه عشان يطلع البانيه يطلع لونه حلو كده معاكي، فرحت حاطه شويه كركم على التتبيله اللي بقت. تمام. طبعا بتملحيها وحطيت كمان معلقه من الدقيق يا جماعه. هبدأ بقى احط الفراخ اللي انا عملتها بدقيق الاول في الخلطه دي وارجعها في الدقيق تاني. طبعا مش ظبط الملح، لو حسيت الخلطة اللي عاوزة ملح بتحط لها ملح. تمام يا جماعة. هي رشة كركم بس صغيرة ومش تزوديش عشان احنا حاطين برضو في التتبيلة كركم. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة اهو. هبدأ اقلب كده تقليبة واروح حاطاها في الدقيق وخلص على كده. اكون بقى مسخنة الزيت. تمام. تمام واروح حاطة قطع البانيه دي يا جماعة. كان الأجنحة بتاعت كنت عاملة نص كيلو، فالأجنحة بتاعت الصدور كنت حاططها الأول يعني قبل لما أغلف البانيه بالتتبيلة اللي كنت عاملاها. بسم الله ما شاء الله يعني اهو. يبقى بعد ما خلصت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة طلع لونه ذهبي كده وجميل، الكاميرا ظلمه كمان. تمام اهو ما شاء الله. لو وصلت اللي عندي هنا ممكن تعملي لايك واشتراك في القناة وكومنتي برأيك. بصوا بقى جمال، بصوا الجمال بقى البانيه وجماله. طريقة سهلة وهي كوباية لبن وشوية توابل وتعملي أحلى بانيه في الدنيا. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. وبألف هنا. انا بقى نفتح لي مع بعض شوفوا قد ايه اللي هي مستوية من جوه. دي جناح يعني بسم الله ما شاء الله يا بنات. افتحها قدامكم عشان اعرفكم ان هي مستوية من جوه.
طبعا يا بنات انت بقى لو مش مستعجلة ولا كده تعملي تتبيلة قبلها بيوم. انا حرفيا والله يا بنات الغدا دي عاملاه الساعة 8:30 العشاء، تخيلوا عاملاه العشاء. عندي بسم الله ما شاء الله ولادي ربنا يبارك فيهم يا رب. اي حاجة بعملها في اتأخرة، حاجة لو عملتها في ساعة مع اولادي بعملها في ساعتين، ربنا يبارك فيهم يا رب. فانا اتاخرت في الغدا، فايه قلت ايه ده، ايه هعمل بانيه على السريع كده، هتبله واروح حطاه في التتبيله وهقليه وبألف هنا. عملت معاها شويه مكرونه يا بنات، عملت الصلصه بعد ما اتسبكت حطيت عليها شويه من الميه، حاطه المكرونه، وطبعا الملح والفلفل الاسمر والكمون وشويه من الكزبره يا بنات. تمام زي ما انتم شايفين كده. حسيت ان هي عاوزه شويه ميه فرحت مزوده ميه. تمام كده. هوريكم بقى ايه، بصوا يعني المكرونه تكون باينه مع الصلصه، تمام عشان مش تتعجن منك، تكون باينه كده من على الوش. هسيبها بقى لما تغلي واروح مهديه النار، وهديها تقليبه لما النار ايه، لما تغلي وتتشرب الصلصه كده. يا جماعه بسم الله ما شاء الله كانت جميله جدا اهيت، وقلبت شفت كل حبايه كده، كل حبايه مكرونه كده لوحدها كده. تمام اهي بسم الله ما شاء الله يعني. الطريقه دي سهله بدل ما تسلقي المكرونه وكده، فالطريقه دي سهله. يبقى الغدا بتاعنا النهارده يا رب يكون عجبكم. عملت مكرونه وبانيه وسلطه وبطاطس محمره. شايفين المكرونه نازله عامله ازاي، كل واحده لوحديها كده، ولا متعجنه ولا اي حاجه، لا انت قعر الحله اللي بيها وهي تظبط معاكي. بسم الله ما شاء الله يا بنات. اكتبيلي كومنت برايك، واشتراك في القناه وفعلي الجرس واعملي لايك. يلا يا بنات اشوفكم على خير، مع السلامه. شكرا لكل متابعيني اللي بيشاهدوا الفيديو للآخر. أشوفكم على خير في رعاية الله، مع السلامة.